ازيكم عاملين ايه طلبة رابعة ابتدائي؟ هنحل مع بعض exercise 13. على بقى نتعلم ازاي نعمل comparing للديسيمالز او comparing للفراكشنز. دي ارقام تليفونات اللي حابب يتواصل معايا. طيب بيقول لك هنا كده rewrite the decimals in the chart، يعني بيقول لك ارجع اكتب لي الديسيمالز دي في التشارت اللي هي الرسمة اللي قدامك، واستخدم السيمبلز، هل هو اكبر من ولا اصغر من ولا يساوي، اللي هو greater than smaller than equal. طيب تعالى كده نشوف الوانس. تعالى كده نمسك اول رقم ده. يا ترى مستر فين الوانس؟ احنا عارفين ان الوانس ده اللي هو الرقم اللي ايه، اللي قبل البوينت. هحط زيرو، ادي البوينت اهي. هنا ال3، بعد كده ال4. في كده مشكله؟ لا. طب بالنسبه للتاني هنا زيرو، ادي البوينت اهي والبوينت اهي. ال4 احط ال4. هتقول لي هنا يا مستر احط هنا مين؟ قلت لك اي حاجه فاضيه بنحط مكانها ايه؟ زيرو. وفعلا هتقول لي يا مستر ايه ده، هو انا كده يا مستر احط ارقام من دماغي؟ يا حبيبي، واحنا مش الحصه اللي فاتت واخدين الايكويفالنت فراكشنز؟ مش لما انا اقول لك 0.4 هي بالظبط 0.40؟ احنا نسينا ولا ايه؟ ده الايكويفالنت فراكشنز. تمام. بس ابدا اقارن 0 0 بوينت خلاص ماليش دعوه يعني. طبعا احنا كده ارقام يعني 3 و4. ال4 اكبر، يبقى انا كده عرفت ان ده الاكبر. بس هو ده الكل اللي نقعد نعمله. كلها مسائل عبيطه هنا يعني. طيب برضه هي كلها نفس الحاجة أصلا، كلها ديسيمالز، فده الراجل مديها لك جاهزة يعني. تعالى كده مثلا نمسك سؤال. هنا أهو زيرو زيرو بوينت. هنا 2، هنا 1، من غير ما أفكر يبقى 2 أكبر. محدش يجي يقول لي بقى ده هنا بقى في أرقام قليلة، هنا مش عارف في أرقام أكتر وشغل الهبل ده، لأ. ومحدش بقى يفتكر بقى إن دي مثلا 2 ودي مثلا 13 فهقول لك إن ال 60 أكبر. لأ لا افتكر. ليه؟ لان احنا خلي بالك، هي ما هو انت ما ينفعش تقارن ال2 بال13 دي. ليه؟ ال2 دي اسمها 2 تنسز، ال13 دي اسمها 13 هندردسز. هينفع اقارن حاجتين من نوع مختلف؟ لا يا مستر. طب انا عشان خاطر اعرف اقارنهم صح المفروض اعمل ايه؟ احط انا زيرو من عندي. هل انا كده بس فالصح بقى ان انا ساعتها بدل ما اقول 2 تنسز اقول بقى 20 هندردسز. يعني هي في الاصل هي ما اسمهاش 2، هي اسمها 20 هندردسز. كده ساعتها اقدر اقول صح، هنا 20 هنا 13، مين اكبر؟ اكيد 20. هنا ساعتها تقدر تقول ان هي 20. لكن ما حدش يجي يقول لي هنا 2 هنا 13 فال 13 اكبر، لا. دي اسمها 2 تنسز، دي اسمها 13 هندردسز. ما ينفعش حاجتين من نوع مختلف يطلعوا اكبر. انت عارف دي عامله زي ايه؟ عامله بالظبط زي لما كنت بقول لك زمان في الترم الاولاني، قلت لك مثلا 2 كيلومتر وقلت لك مثلا 300 متر. ينفع تقول لي ان عشان دي 300 فدي اللي اكبر؟ طبعا كنت بقول لك ايه، غلط خالص. ليه؟ حاجتين من نوع مختلف لازم اضطر احول ان هما يكونوا نفس النوع، ساعتها اقدر اقارن نفس الرقم. يعني انا ساعتها كنت بقول لك ان ال 2 كيلومتر دي ايكوال كام متر؟ ايكوال 2000 متر. ساعتها كنت انت بقى بتقول لي ايه ده، ايوه يا مستر صح، ده كده 2 هي الاكبر، اللي هي 2 كيلومتر هي الاكبر. مش معنى ان هي 2 تبقى لازم تبقى اصغر، لا، المهم ان هما عشان اعرف اقارن صح لازم يكونوا من نفس النوع. طيب جميل. وهكذا نفس النظام اتكرر نفس الباقي. هنا نفس المسائل بالظبط، بس الفرق ان احنا بن ايه، بن اسمه ايه ده، هنحولهم طبعا كلهم لديسيمال. يعني اي حاجه عندك هنحول لديسيمال. اظن بقى انت فهمت بقى ازاي نحول ميكسد نمبر لديسيمال، ازاي نحول فراكشن لديسيمال، ازاي نحول حاجه زي كده لديسيمال. كل ده انت خلاص اتعلمناه. تعرف ازاي تحول اي حاجه بالديسيمال. انت خلاص بقيت جامد دلوقتي. تعال مثلا على سبيل المثال اخد معاك مثال. تعال مثلا ناخد المثال ده. دي 1.04 متحوله جذر للديسيمال. دي مثلا ايه؟ عباره عن 98 ديفايدد 10. طب يا مستر عشان هنا تنسس، خلي بالك دي تي اتش، مش لو انا كنت شلت التي اتش دي كانت دي بقت 98 0. تمام. المهم يعني، بس بقى ايه، بفكرك بالحاجات دي. دي معناها ايه يا مستر؟ اكني بتخيل ان البوينت هنا بحركها حركه بقت هنا، فبقت 9.8. كده نبدا نقارن بقى. اعد عدد الهولز، هنا هول واحد وهنا هول واحد. خلاص ابدا اقارن بقى 1 و9. 1 و9 ده كده 9 اكبر، يبقى دي كبيره. ماشي على طول يعني. شوية أسئلة كده على الماشي. بيقول لك سيركل اولز ديسيمالز. قول لي يعني حط دايرة على كل الديسيمالز اللي هم أكبر من 3.2. نفس النظام هنا سيركل اولز ديسيمالز. خلي بالك هنا المرة دي سمولر ذان 2.3. يعني تعال على سبيل المثال مثلا ده، هل ده يا ترى أكبر من ولا أصغر من الكلام ده؟ تعال كده نشوف 2 و 3. ده ال 3 أكبر. لا خلي بالك أنا عايز، قال لك سيركل اللي هو جريتر ذان ده، أنا عايز أكبر من ده. مش هينفع. طيب هنا مثلا
3 و 3 5 و 2 ادي ال 5 اكبر، حط على دايره. تمام، هكذا نفس الحاجه هنا برضو. نخش بقى على ستوري بروبلمز اللي بتدمرنا. طيب تعالى كده نبدا كده بكام سؤال بسيط. بيقول لك هنا ادم درينك بيشرب 0.6 لتر اوف جوس، وبيقول لك عمر درينك 4 over 10 لتر اوف جوس. هو درانك مور، يا ترى مين اللي بيشرب اكتر؟ طبعا دي عباره عن مقارنات بقى، قاعدين بنقارن بنشوف مين الاكبر ومين الاصغر. بشوف بقى مين اللي اكتر ولا مين الاصغر والكلام ده كله. بيقول لك هنا كده جمال's هوم از 0.44 كيلومتر فروم سكول. بيت جمال على بعد الرقم ده، يعني على مسافة 0.44 كيلومتر فروم سكول. تعالى كده نتخيل ان ده جمال وده هنا السكول، فدي المسافة 0.44 كيلومتر. بيقول لك هاني's هوم is 6 over 10 كيلومتر فروم سكول. طب هاني بيته 6 over 10. ركز بقى في الأسئلة. بيقول لك ايه؟ who walks the longer distance to the school. لا ده سؤال عادي اهو، انا فكرت هحطه فيه تركايه بس ما حطش. ماشي. بيقول لك who walks the longer distance، مين ماشي مسافة أطول للمدرسة. طيب بيقول لك هنا كده ايه؟ ميسة went to the supermarket، راحت السوبر ماركت and saw 2 bottles of olive oil. شافت ازازتين من زيت الزيتون. اوليف اويل ده بنسميه اويل يعني زيت، واوليف يعني زيتون، فبنسميه زيت الزيتون. المهم يعني نوع من انواع الزيوت يعني. The first one contained، اول ازازه فيها 5 over 10 لتر. يعني تخيل كده مثلا سؤال زي ده انت بصيت عليه ممكن تتخض. طب انت بص يعني لغايه دلوقتي الكلام يعني، بص في الاخر بقى اصلا السؤال هيطلع عبيط. بيقول لك ان اول ازازه فيها الرقم ده من الليتر اوف اوليف اويل، والسكند وان يعني الازازه الثانيه يعني فيها 0.73 من الليتر من الاوليف اويل. يا ترى which bottle contained more olive oil، مين اللي فيه بقى زيت كتير، مين اللي فيه زيت اكتر؟ بيقول لك بقى شويه الحاجات بقى انت يا ترى عرفت منين بقى، واستخدم للصور والاكسبلين اللي هو ايه الكام سؤال اللي احنا اللي حافظينه ده. يقعد يقول لك بقى فسر لي وفهمني وقول لي انت عرفت منين والهيصه بتاعته دي. ماشي. عايز بقى تحط له شويه رسومات، تحط له شويه اسهم بتاعه، بيقول لك ايه؟ استخدم كل حاجه عندك، حروف وارقام وصور، واعمل كل اللي انت نفسك فيه. المهم بس ايه يعني وضح له انت عرفت منين يعني، مش مجرد بس اجابه وتسيبه وتمشي. طيب طبعا هتيجي بقى تقول لي ايه؟ هتيجي بقى تبص على السؤال ده كده، سؤال 9. اوعى تتخض، اوعى تتخض، اوعى تتخض رجاء، بلاش موضوع الخض. انت في الاخر جرب كده امشي مع السؤال حته حته، في الاخر هتلاقي السؤال عبيط 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 عبيط. بيقول لك هنا كده ايه؟ use the table to complete the chart. عايزين نستخدم التيبل عشان نكمل الشارت and answer the questions، ونجاوب على الاسئله. طيب تعالى كده نشوف الجدول ده بيقول لك ايه. الجدول هنا بيقول لك هنا فروت دي الفاكهه اهي، فيجز اللي هو التين، مانجوز اللي هي المانجا، بلامز اللي هو البرقوق باين، وبوميجرانس اللي هو الرمان. حتى هي واضحه من الصوره يعني. ماشي. طيب بيقول لك هنا ده الوانس، الديسيمال بوينت، التنسز، الهندردز. تفتكر انت انا ايه الارقام اللي انا هحطها هنا انت بدماغك يعني. بيقول لك دي شنطة تاتين يعني 1.3 كيلو جرام، دي عبارة عن 2.01 كيلو جرام، 1.21، 2.25. يعني تفتكر يعني ايه يعني الارقام اللي انا هحطها هنا؟ واضحة يعني. تعال مثلا نمسك اول حاجه الفيجز. مثلا الفيجز هنا بيقول لك 1.3. طب الوانز فين؟ اللي هو ال1 ده، قلنا الوانس اللي هو الرقم اللي قبل البوينت، وادي البوينت اهي وال3 اهي. طبعا مفيش حاجه في ال100 فبحط مكانها زيرو. بس كمل انت بيت الجدول بقى. شايف لغايه دلوقتي السؤال عبيط ازاي؟ مع انك هتيجي تبص هتحس ان انت ايه ده؟ ايه الرخامه دي؟ لا مش رخامه ولا حاجه، دي حاجات بسيطه يعني. بيقول لك هنا كده بقى ايه؟ which item weighs the least. هيقعد بقى يسألك شوية أسئلة كده بقى. بيقول لك بقى يا ترى which item يعني أنهي واحد فيهم، أنهي كلمة item يعني عنصر، يعني أنهي فاكهة يعني. بيقول لك أنهي فاكهة فيهم weights وزنها least، هو أقل واحد. مين فيهم أقل وزن يا ترى؟ طبعا دي مو يعني أنت أكنك بتقارن الأرقام ببعض يعني. هو في الآخر لا قلب بس إن هو سؤال أرقام، سؤال مقارنة يعني. هنا بقى بيقول لك مين فيهم أكبر واحد weights most، which item weight more than plums. يعني بيقول لك ايه خلي بالك قال لك items، يعني ممكن يكون في كذا واحد. هنا حط لك اس دي ليه اس الجمع، فممكن يكون في كذا واحد اكبر من البلامس. المهم قول له ايه كل الفاكهه الاكبر من البلامس. هنا عايز less than mangoes، هات لي كل الحاجات اللي اصغر من المانجوز. بيقول لك هنا كده fill the blanks to make the true statement. to make a true statement يعني عشان تخلي الموضوع ده صح. طبعا انت هنا ايه بقى؟ انت ممكن ايه تختار اي اتنين فاكهه على مزاجك. المهم اللي هنا يبقى اكبر من اللي هنا، واللي هنا يبقى طبعا ايه سمولر ذان اللي هنا. هات اي فاكهه بس. شايف السؤال عبيط ازاي يعني؟ بجد يعني حاجه يعني. برضه نفس النظام، اوعى تتخض.
امشي مع السؤال واحدة واحدة. بيقول لك هنا كده ايه؟ آدم is plotting what he passes on the way to school on the number line. ماشي. يعني بيقول لك عمال بلوتنج، يعني كلمة بلوتنج يعني بيرسم، والكلمة دي ركزوا فيها علشان إن شاء الله هناخدها الإيه؟ اليونت اللي جاية دي على طول. المهم يعني بيقول لك آدم is plotting كان بيرسم what he passes. كلمة what he كلمة passes يعني اللي بيعدي من جنبه يعني، فكان بيرسم what he passes أي حاجة بتعدي من جنبه يعني. كلمة what معناها يعني اللي هو بيعدي من جنبه. on the way to school أثناء وهو راح للمدرسة on the number line، فعمال عنده number line كده هو رسمه، أي حاجة بيعدي من جنبها بيبدأ يرسمها، بحيث إن هو يبقى إيه؟ يبقى مثلا لو احتاج حاجة فبيبقى إيه فاهم الطريق يعني، زي تحس إن هو عايز يعمل خريطة لنفسه يعني، يبقى بس إيه عارف الطرق اللي حواليه وكده يعني. من بيته لغايه لما يروح فين للمدرسه اهي، قال لك on the way to school. ماشي. نمبر لاين ان تنسز، بيقول لك النمبر لاين دي اهو هو مقسمها لك بالايه بالتنس، عشان احنا عارفين ان احنا بنقسم، او قال لك من 0 ل 1 ده عباره عن 1 كيلومتر، وكل حته ايه عباره عن تنسز، يعني بيقول لك مقسمها للتنسز، يعني دي اكنها ايه 1 اوفر 10 2 اوفر 10 3 اوفر 10 وهكذا يعني. ماشي جميل. كمل انت بقى الباقي بقى. بيقول لك using fractions above the line. ماشي حلو، هو الراجل هنا موضحها لك، قال لك اعمل لي الفراكشنز above the line، يعني خلي لي الفراكشنز تبقى من فوق، يعني اكتب لي فراكشن من فوق، يعني 1 over 10 2 over 10، ما تكتبهاش من تحت يعني. ماشي هو بس مجرد، وقال لك هنا والديسيمالز بيلو، يعني خلي الفراكشن اكتبه من فوق والديسيمالز خليه من تحت، يعني مثلا هنا في 1 over 10 اهو، قال لك الديسيمالز بيلو ذا لاين، الديسيمال من تحت ادي 0.1، في كده مشكله؟ لا مفيش مشكله يا مستر. ماشي بيقول لك زين، وبعد كده plot the following on the number line and answer the questions. حاول ترسم، او يعني يعني ارسم بقى كل اللي حطيته لك ده ارسمه. يعني مثلا تعالى كده نشوف حاجه فيها 1 over 10 اهي. بيقول لك هنا كده ايه؟ بيقول لك ستريت لايت 1 over 10 كيلومتر. هي مستر كان فين 1 over 10؟ مش هنا 1 over 10؟ ممكن مثلا ايه اعمل زي سهم كده وشد واكتب عليه ايه؟ اكتب عليه مثلا ده اللي هو الستريت لايت، اهو ده الستريت لايت. ماشي ده الستريت لايت بس كده، وهكذا بقى ايه هتكمل بيت الجدول. شايف لغايه دلوقتي الدنيا بسيطه خالص، انت بس عشان شفت المساله اتخضيت، لكن شايف الدنيا كلها اهو. كل الحكايه بيقول لك ده متقسم لتنات، واكتب لي فراكشن من فوق واكتب لي ديسيمال من تحت، امشي مع المساله حته حته هتعرف توصل لكل حاجه. كده خلاص خلصنا الجزء ده كده كله. تعال بص على الجزء اللي بعده، بيقول لك هنا كده ايه which is farther from Adams. هيقعد بقى يسألك شويه اسئله. which is farther from Adams house، مين البعيد اكتر، او يعني which is farther يعني مين الابعد من بيت ادم. طبعا ده بيت ادم اهو هو عامله لك. بيقول لك هل يا ترى سارة هاوس ولا عمر's هاوس؟ هل بيت سارة ولا بيت عمر؟ when Adam is walking to school، لما ادم مشي للمدرسة does he pass the coffee shop or the corner store first؟ اثناء وهو ماشي للمدرسة walking to school، يا ترى مين اللي عدى عليه الاول؟ does he pass the coffee shop، هل عدى من الكوفي شوب الاول or ولا الكورنر ستور فيرست؟ مين فيهم عدى من جنبه الاول؟ طيب who lives in the brown who lives in the brown house، مين اللي عايش في البيت البني؟ طبعا انت خلي بالك، انت يعني انت في حاجات عشان بس تبقى انت فاهم يعني هنا مثلا بيقول لك ان البيت البني ده عند 0.3، انت خلي بالك ان ممكن مثلا تلاقي عند نفس النقطة في اكتر من حاجة، فانت وانت بتحل هتلاقي ان انت البيت البني ده هتلاقيه عند نقطة من النقط، ولنفترض مثلا ان ممكن يكون البيت هنا. تعالى كده نتخيل مثلا ان عمر برضو موجود هنا، فهو بقى قصده بقى يقول لك عند البيت البني اللي هو مثلا هنا مين اللي ساكن فيه؟ تقول لي مثلا يا عمر. ماشي انا بديك مثال يعني، فانت بس ارسم وشوف مين اللي موجود يعني. نفس النظام who lives in yellow house، مين اللي عايش في البيت الاصفر؟ بيقول لك how far is the street light from عمر's house، يا ترى ايه بعد المكان، او how far يعني قد ايه بعيد is the street light كلمة ستريت لايت اللي هي اللايت اللي هو النور بتاع الشارع، اللي هو انت عارف انت كده تبقى فيه زي مصباح كده في الشارع، بيبقى موجود من فوق كده وايه وبينور يعني، حاطين هنا لمبة وبتنور، المصباح اللي بيبقى في الشارع او الكشاف اللي في الشارع يعني، فدي اللي اسمها ستريت لايت اللي هو كشاف الشارع.
فبيقول لي قول لي يا ترى يعني ايه المسافه، او هو قد ايه بعيد، هو فار قد ايه بعيد من بيت عمر. طيب تعالى كده نشوف، بيقول لك سؤال تشالنج، بيقول لك في ايه، برضه ما تتخضش انا زي ما قلت لك اوعى تتخض. يعني بص الرسمه تحس المنظر هيرعب، بس ولا يهمك، بالراحه كده. on the work street سوري work sheet. work sheet اللي هو الايه، يعني زي ورقه خارجيه من بره يعني، ماشي، يعني زي عندك ورقه خارجيه من بره كده. بيقول لك ايه تريس اباث، يعني حاول تتبع، كلمه تريس يعني تتبع او امشي معاه يعني، او يعني خليك وراه، اجري وراه يعني. طيب اتتبع ولا امشي مع ايه؟ اباث through the maze. كلمه through يعني من خلال، الميز اللي هي المتاهه، طبعا واضحه ان هي عامله زي المتاهه يعني. امشي من A ل B. فين يا مستر؟ انت عندك في حروف اهي، عندك في هنا A، في هنا C، في هنا B، في هنا D. فعايزين نوصل من A لغاية ما نوصل ل B. نشوف بقى ازاي الكلام ده. For each step move to a number of a greater value. امشي مع رقم يكون عنده ايه؟ عنده greater value. greater value يعني رقم اكبر. مثلا تعالى كده نشوف، اديني مثلا ايه هبتدي، طبعا انا هبتدي من عند الايه، فانا عندي الزيرو اهو. عندي طريقين، يا اما همشي هنا يا اما همشي هنا. تفتكر انا همشي فين؟ قال لك انا عايز ايه اهو، for each step move to a number of a greater value. امشي يعني روح ناحيه الرقم، move to a number، روح ناحيه الرقم اللي عنده قيمه اكبر، اللي عنده greater value. هل ال 0.01 اكبر ولا ال 0.1؟ لا يا مستر ال 0.1، يبقى انا همشي كده، يبقى انا عرفت ان انا ايه، همشي في الاتجاه ده. تمام، مجرد بس ايه اعلم على كل خطوه، وهكذا بقى. انت مثلا واقف هنا، هل يا ترى هتروح هنا ولا هتروح هنا، وهكذا. سوري انا بس ما خدتش بالي من كلمه، انا بس عشان خاطر قريتها بسرعه عشان خاطر انجز الفيديو، بس ما خدتش بالي. بص هنا بيقول لك ايه، بيقول لك فور ايتش ستيب، لكل خطوه موف تو ا نمبر، امشي للرقم اوف ا جريتر فاليو، يكون اكبر. امشي يعني روح ناحيه رقم يكون اكبر. مش قصدي يقول لك مثلا ان انا واقف هنا فاختار الاكبر ما بين ده وده، فلازم غصب عني امشي هنا، لا. سوري، هو بيقول لك موف تو ا نمبر، امشي ناحيه رقم عنده قيمه اكبر. المهم ان هو يكون اكبر منك وخلاص، يعني امشي الرقم يكون اكبر منك اكبر منك وخلاص. يعني عارف ليه؟ علشان خاطر لك فور ايتش ستيب، عند كل خطوه. فانا مثلا واقف هنا اهو، امشي ناحيه رقم يكون عنده قيمه اكبر منك، اوف ا جريتر فاليو، عنده قيمه اكبر. طب ما هو يا مستر ال 0.1 او ال 0.01 الاثنين اكبر. انا على فكره ممكن امشي هنا وممكن امشي هنا عادي. ليه؟ ما هي دي اكبر من الزيرو، وال 0.1 برضه اكبر من الزيرو، فانا ممكن امشي هنا وممكن برضه ايه امشي هنا، عشان هو قال لك ايه، انا عايز اروح ناحيه، امشي ناحيه رقم اوف ا جريتر فاليو. تمام. بس طبعا احنا خلي بالك، احنا هدفنا عايزين نوصل من الايه لغايه البي. شوف بقى ايه، علم بقى هتمشي ازاي وهكذا يعني، ماشي. طبعا نفس السؤال هو بس المره دي قال لك فروم سي تو دي، يعني من السي هروح لغايه من الدي. خلي بالك المره دي بقى قايل لك ايه، قايل لك موف تو ا نمبر اوف ليزر فاليو. المره دي همشي مع القيمه الاصغر. يعني انا مثلا عندي، انا هنا واقف عند 0.9، ممكن اروح هنا وممكن اروح هنا. ليه؟ ما هو ال 0.8 فعلا اصغر من دي، وال 0.6 برضه اصغر من دي، فانا ممكن امشي هنا وممكن برضه امشي هنا، وهكذا. اقعد بقى اشوف لغايه ما توصل لمين، للدي يعني، ماشي. طيب دي بقى شويه مقارنات بقى عاديه من اللي احنا عارفينهم. هنا مثلا بيقول لك انا عايز اختار الصغير، هنا بيقول لك عايز اختار الاكبر. طبعا انت خلي بالك، انت اي حاجه عندك مش ديسيمال حولها لديسيمال الاول، يعني مثلا حاجه زي كده ارجع حولها لديسيمال، حوله لديسيمال واختار. برضه نفس النظام، ارجع حولهم لديسيمال. هنا بيقول لك which of the following is true، مين فيهم الصح، which of the following is wrong statement، هنا عايز الغلط. طبعا هنا بقى انت بتقعد تجرب، يعني في الحاجات دي انت بتقعد تجرب بقى تشوف مين فيهم ينفع يبقى اصغر. نفس النظام مرة برضه هتجرب. تمام كده، الحمد لله خلاص خلصنا. ذاكروا كويس يا حبايبي، ربنا معاكم. دي ارقام تليفوناتي اللي حابب يتواصل معايا، ذاكروا كويس، ربنا معاكم، مع السلامه.